النهاردة بقى هنعمل كيكة التايجر مع بعض، وازاي تطلع معاكي هشة وخفيفة ومرتفعة وطعمها يجنن، وبأسهل الطرق هنعملها، وبمقادير موجودة في كل بيت، يعني مش هتكلفك حاجة. كل المقادير بتاعتها ان شاء الله تبقى موجودة عندك. شايفاها عاملة ازاي؟ مرتفعة وهشة وخفيفة جدا جدا، وطعمها حلو قوي قوي قوي، مع كوباية شاي كده ما شاء الله بقى ايه تجنن. شايفين انا بضغط عليها اسفنجية ازاي؟ هشة وخفيفة جدا جدا. هنعملها بقى النهاردة مع بعض بأسهل طريقة، وفي الخلاط هنعملها مش هتاخد معانا وقت خالص، يعني 5 دقايق بالظبط وهتكون جاهزة معاكي. شايفين عاملة ازاي؟ تجنن ما شاء الله. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف عملناها ازاي. هنجيب بولة ونحط فيها 2.5 كوباية من الدقيق. الكوباية يا جماعة اللي هنعاير بيها المقادير كلها واحدة. هنحط 2 معلقة كبار من النشا على 2.5 كوباية من الدقيق، وهنحط باكت من البيكنج باودر ما يعادل معلقة كبيرة، ورشة صغيرة من الملح. هي دي بس المقادير الجافة بتاعتنا. هنقلبها كويس جدا وهنسيبها بقى على جنب كده، ونشوف المقادير السائلة. هنجيب شفشق الخلاط وهنحط فيه 3 بيضات، وهنحط عليهم 2 باكت من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل. تمام كده. هنحط 1.5 كوباية من السكر، وهنحط عليهم 1.25 كوباية من الزيت. طبعا الكوباية واحدة يا جماعة، وكوباية من الحليب. الكوباية اللي هنعاير بها الدقيق هي اللي هنعاير بها السوائل كلها. هنضربهم في الخلاط كويس جدا لحد ما يوصلوا القوام اللي انت شايفاه ده. تمام كده. هنجيب بقى الدقيق بتاعنا اللي انا رش عليه رشة ملح صغيرة ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنقلب بقى السايل بتاعنا مع الدقيق وبس كده. هي كده الكيكة بتاعتنا خلصت وتمام قوي. بس بقى هنقسم الخليط بتاعنا نصين، علشان خاطر نعمل نص بني اللي هو بالشوكولاتة، والنص التاني هيبقى أبيض عشان تطلع تايجر معانا. هنجيب بولة تانية وهنقسم بقى الخليط بتاعنا نصين كده، وهنجيب 2 معلقة كبار من الكاكاو الخام الأسباني. الكاكاو الخام الأسباني يا جماعة أحلى كاكاو بصراحة، بيبقى طعمه شوكولاتة وطعمه حلو. ما عندكيش كاكاو خام أسباني ممكن نسكويك اللي هو بنحطه على الحليب للولاد يشربوه، ده بيبقى طعمه حلو برضه. تمام كده. هننخله علشان بيبقى فيه تكتلات كده، وطبعا التكتلات مش راضية تنزل بالمصفى، فأنا عملتها بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده. هنقلب بقى الخليط بتاعنا. طبعا الخليط ده هيبقى قوامه تقيل علشان خاطر احنا حاطين عليه كاكاو، فلازم نزود 2 3 معلقة من الحليب. تمام كده. علشان خاطر يعني القوام بتاعه يبقى زي القوام بتاع الكيكة البيضة، او النص التاني الابيض يعني. وبرضو النص الاولاني يا جماعه الابيض ده لو احنا شايفين القوام تقيل، عشان انتوا عارفين الدقيق مش كله زي بعضه، ممكن نزوده معلقتين حليب عادي جدا، يعني ما فيهاش حاجه. هنجيب صينيه مدهونه من السمنه. معلش بقى الكاميرا كانت فصلت، انا حاطه الخليط الابيض في كوبايه والبني في كوبايه تانية. هنفضي شويه كده وشويه كده، ممكن تزودي تفضي كتير يعني، وتحطي برضو من الابيض كتير فتقوم يخلص معاكي بسرعه. وكده خلصناها. هنحطها بقى في الفرن في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 من غير ما نولع الشواية، وهتستوي وتبقى بالشكل اللي يجنن ده. انا قلبتها طبعا وسهلة جدا في القلب، مش لازقة ولا حاجة، علشان انا دهنة الصينية سمنة كويس جدا علشان خاطر تتقلب معايا بسرعة. شايفين يا جماعة؟ طرية جدا وهشة جدا جدا، ومش هتاخد معاكي وقت خالص. مننساش بقى نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، ولا مشتركش معايا في القناة اشترك علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين مرتفعة قد ايه؟ وحاجة كده سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. كل حاجة هتلاقيها عندك في البيت، يعني الدقيق مش كتير، البيض برضو مش كتير، الزيت طبعا موجود، والسكر موجود عندنا. شايفين يا جماعة عاملة ازاي من جوه؟ كوباية شاي بقى كده، وايه ما شاء الله حاجة كده تفتح النفس، والولاد هيفرحوا بها جدا. ممكن بقى للولاد تحطوا لهم معلقة شوكولاتة من فوق كده، عشان الولاد بيحبوا الشوكولاتات يعني. جميلة جدا جدا، جربوها وبألف هنا وشفا للي يجربها.